السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من وسط واحة تيوت السياحية، كنحيي كل متابع لقناة سافر مع فاطمة، قناة السياحة والسفر. الفيديو ديال اليوم غنسافر معكم وسط بلدتي الغالية واحة تيوت بمناسبة الدورة الرابعة لمهرجان إيغران تيوت تحت شعار حقول الثقافة والسياحة والتنمية المستدامة. هذا المهرجان اللي كيتنظم أو كينظموا منتدى المبادرات لتنمية واحة تيوت بشراكة مع الجماعة الترابية تيوت، وبدعم من عمالة إقليم تارودانت، وبتعاون مع المجلس الجهوي والشركة الجهوية للتنمية السياحية لسوس ماسا، والمجلس الإقليمي والمديرية الجهوية للثقافة، ومركز سوس ماسا للتنمية الثقافية وشركاء آخرين. هذا المهرجان اللي هو واحد التجربة اللي هي مميزة، حيث كتستهدف الإنعاش السياحي والاقتصادي لساكنة واحة تيوت السياحية عبر تثمين منتجاتها وموروث ديالها المحلي. يوم 4 ماي 2023 ضمن مهرجان إيغران تيوت في دورته الرابعة، تيوت كتستضيف ضيوف على رأسهم السيد والي جهة سوس ماسا، السيد عامل عمالة أكادير إذوتنان، والسيد رئيس مجلس الجهة، والسيد عامل عمالة تارودانت، ووفد كيمثل مختلف الإدارات والمجالس والمصالح الخارجية. هذا الوفد اللي شرف على افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان إيغران تيوت اللي كيشمل معرض إيكولوجي للتضامن الاقتصادي. المعرض الجولة ديالو غتشوفوها معايا في الفيديو المقبل إن شاء الله. كيضم كذلك دورات تكوينية وندوات، ورشة في الطبخ المحلي، مسابقات رياضية، أمسيات فنية إلى غير ذلك. كما تم تدشين الشطر الأول من التهيئة السياحية لواحة تيوت، وتم العرض كذلك ديال مشاريع أخرى مبرمجة ومهيكلة اللي غتشوفها تيوت مستقبلا إن شاء الله. مجيد رامي، رئيس جامعة الترابية تيوت، كنشكركم كجسم إعلامي محلي جيتوا شرفتونا باش تغطيو هذا الحدث الاستثنائي اللي كتعيشوا جامعة الترابية تيوت بمناسبة المهرجان إيغران في دورته الرابعة، اللي كيعرف هذا العام واحد التنظيم استثنائي، يعني انه جاء في واحد المناسبه ديال التدشين ديال الشطر الاول من التهيئه السياحيه لواحة تيوت، اللي نتوما كتشوفوا فيها يعني واحد المجموعه ديال البنيات التحتيه اللي كتحط سياحيه وفلاحيه كذلك. كما ان المناسبه كذلك عرفت يعني اعطينا انطلاقه وتقديم واحد المجموعه ديال المشاريع المهيكله اللي غادي تعرفها الجامعه تيوت، منها تطهير السائل، منها توسيع دار الطالب، منها تهيئات مركز تيوت، منها كذلك واحد البرنامج مندمج في اطار المغرب الاخضر اللي غادي يكون مشروع نموذجي الاول على الصعيد ربما الاقليمي، وكنتمناو باش هذه المشاريع يكون عندها واحد النفع ايجابي ووقع كذلك ايجابي على الساكنه، اللي بغينا باش الناس تستفد في هذا يعني في هذه الحركيه وهذه الديناميكيه اللي كتعرف الجامعه ديال تيوت، من خلال يعني التوافد واحد الاعداد او الاعداد كبيره من الزوار على الفضاءات ديال تيوت. وكذلك انه كيف كتشوفوا انه الحدث ترأسه السيد والي الجهه بحضور السيد رئيس الجهه والسيد عامل الاقليم، اللي كان بالمناسبه تنشكروه على المجهودات الجباره اللي يعني تيساندنا في جميع المشاريع في جميع البرامج اللي كتخطط الجماعه، الا وتلقاو الدعم ديال السيد العامل والسلطه الاقليميه مجتمعه. وبهذه المناسبه تنشكر جميع من انخرط معنا وساهم معنا في انجاز وانجاح هذه الدوره. ومره اخرى شكرا لكم ومرحبا بكم في تيوت.